هل البلاء والعقاب واحد؟ هل البلاء والابتلاء والعقاب هو نفسه؟ بدنا نجاوب هذا السؤال إن شاء الله عشان نريح أنفسنا كما ريحنا أنفسنا إن شاء الله بالذنوب. قلنا لو قسمنا الذنوب إلى قسمين: ذنب نسميه ذنب وهو ما بيننا وبين الله من تأخير صلاة ومن تأخير صيام، أو لربما لم نصلي حتى الآن 20 سنة 30 سنة للخلف، كنا نؤخر صلاة، أكلنا ربا، أشياء بيننا وبين الله. نعم، أشياء بيننا وبين الله، مش بيننا وبين الناس. كل ذنب هو بيننا وبين الله لا علاقة للناس به. لو قسمناها هيك ريحنا حالنا. والسيئات هي ما بيننا وبين الناس، يعني سبيت وشتمت وأكلت الحقوق وظلمت وضربت وسفكت الدم، كل هذا بيننا وبين الناس. فإذا إحنا قسمنا هذه الأمور الذنوب فبتهون علينا الفهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا التي بينك وبينهم. لكن إذا تبت وأقبلت على الله، لكن أتبع السيئة حسنة تمحوها. هنا بحديث المفلس الذي صام وصلى وحج وزكى وعمل من الأعمال الكثيرة، لكنه سفك دم هذا وأكل مال هذا وسب هذا وشتم هذا. نعم، سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، حقوق ناس. هذا يوم القيامة بده يدفع الأثمان. مفهوم؟ فعشان هيك دير بالك من كثرة الكلام والسب والشتم والظلم، ظلم الناس وحقوق الناس والسحر، كل هذا الذي آذيت الناس فيه. دير بالك كثير، دير بالك من الأمرين يعني طبعا. فريحنا حالنا إنه بينا ما هو الذنب ما هي السيئة، عشان نريح حالنا كيف نفهم أحاديث والآيات. الله لا يغفر إذا أنت ظلمني وخربت بيتي أو سرقت لي متجري وأنا قاعد على الحديد وأعاني بسبب أنك أنت سراق وسرقتني. لا، هذا بدك تدفع ثمنه، بدك ترد حقوق أو تلزم استغفار أو يقتص الله منك، وهكذا. بحديث المفلس نلقي يوم القيامة وهناك يجتمع الخصوم. نعم، لكن أنا ما بحاجة أجتمع إذا أنا تبت من تأخير الصلاة ومن عدم إخراج الزكاة وكل هذه الذي بيني وبين الله. فالله يعني قد يغفرها لي بمجرد إني أتوب، قد يبدلها حتى بحسنات. اليوم البلاء والابتلاء هل هو نفسه العقاب؟ لأنه هنا في سؤال جميل نرد عليه. طبعا احنا اخوتي الكرام في هذه القناة على صندوق الوصف، يعني التعليق الأول بتكون روابط لقنوات، قناة قصص المستغفرين، قصص الناس استغفرت فقط قصصهم بأصواتهم على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. وهناك رابط للتليجرام، قناة التليجرام هي كمان أصواتهم وتعليقاتهم ماذا وجدوا من الاستغفار وسورة البقرة، وروابط باقي القنوات إن شاء الله والجروبات. وهناك أنشأ لنا أخونا محمد إبراهيم الحاج إبراهيم، أنشأ لنا موقع ويب سايت عن لأخوكم محمد حجازي، سيكون كمان بالروابط. ادخلوا اشتركوا، شوفوا، تنوروا، انقلوا الكلام للأهل للأصحاب. نعم، انشروا هذا الكلام، اشتركوا في هذه القناة، خليه يصل الخير للناس أجمعين إن شاء الله، عشان الله يغير واقعنا، عشان يغير واقع هذه الأمة. فالحمد لله رب العالمين. ونجيب إن شاء الله هل البلاء كله يحتاج إلى استغفار أم في منه يحتاج إلى صبر؟ هل كل البلاء يحتاج إلى استغفار أم منه يحتاج إلى صبر؟ فإحنا إن شاء الله هنا بدنا نجيب شو ما هي أنواع البلاء إن شاء الله. قلنا إحنا عشان نقرأ أول إشي السؤال وبعدين نبدأ بالتعريف. طيب، السلام عليكم أستاذ محمد، عندي سؤال بخصوص الاستغفار أرجو الرد. أنا مصدقة وعد ربنا بأن المستغفر له الثواب العظيم والمتاع الحسن، لكن قوله تعالى حسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم، وقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب،
الآيتين دول مش معناهم إن ربنا بيبتلي الإنسان عشان يختبر إيمانه بمرض أو فقد أو خوف أو فتنة، بالرغم من إيمانه، ولم يتم ذكر أن سبب الابتلاء في الآيتين دول الذنب. طب إزاي المصيبة بتكون من ذنوبنا؟ أرجو الرد. طيب أنا هنا نعرف فقط تعريف هذا بعرفه العلماء، يعني من العلماء. فالبلاء والابتلاء عشان احنا نهون حالنا ما بين البلاء والعقاب، بنسمي البلاء شيء والعقاب شيء، بنريح حالنا من الذي تحت البلاء ومن الذي تحت العقاب، وبعدين بنصنف البلاء من الذي عليه البلاء ومن الذي عليه العقاب. يعني أنا إذا أنا أموري معطلة أنا تحت بلاء ولا تحت عقاب؟ هذا الذي الأمة فيه في ذل وهوان وتشرذم، هذا هل نحن في بلاء ولا نحن في عقاب؟ هذا من بسطه، ومنبين أنواع البلاء إن شاء الله بإذن الله تعالى مما فتح الله علينا، نسأل الله السداد. طيب، فالبلاء والابتلاء كلاهما بمعنى واحد، وهو الامتحان والاختبار، ويراد بهما العقاب نفسه، ويراد بهم العقاب في مرحلة من العقاب، في مرحلة تأديبية، ثم تنتقل انت إلى البلاء. سنبينها هاي إن شاء الله. طب لفظ البلاء من الأضداد يطلق ويراد به النعمة، ويطلق ويراد به النقمة، ويطلق أيضا على الاختبار، ووقع ذلك كله في القرآن كقوله تعالى بلاء حسنا فهذا من النعمة والعطية، وقوله بلاء عظيم فهذا من النقمة، ويحتمل أن يكون من الاختبار. وكذلك قوله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. والابتلاء بلفظ الافتعال يراد به النقمة والاختبار أيضا. انتهى. طيب، الإنسان المسيء المذنب الذي يأكل الحقوق، الذي مؤخر للصلاة، يعني لا يقيم حدود، ولا يعني بعيد عن الدين، بعيد، مغموس في شهوات هذه الدنيا، مغموس في وحول شهوات هذه الدنيا، بعيد عن الدين، لا يحل حلال ولا يحرم حرام، واسمه محمد واسمه علي واسمه محمود، نعم، ولا ربما بصلي كمان عنده قروض ربوية، ولا ربما بصوم هو كان ساقط في الإباحيات، ولا ربما هو كمان يقوم الليل لكنه غيب ونميمي، ولا ربما هو كمان من الذي يقوم الليل ويصوم النهار ولكنه يؤذي جيرانه في لسانه، قال لا خير فيها فهي في النار. نعم، هذول كلهم في العقاب. انت علقان في الميسر، مفتوح تحت شهوتك، مضيع للصلاة، مأخر للصلاة، ذنوب خلوات، سب وشتم، قطيعة أرحام، شرك، تنسب فضل الله عليك لغير الله، تظن انك خير من الناس، تظن انك هل انت حاقد، هل انت حاسد، هل انت في بقلبك هيك يعني دائما انت انسان اناني وبتحب نفسك، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، انت تحت العقاب يا اخي الكريم، ريح حالك. طيب، لا، انا الان تبت إلى الله وأنا لزمت الاستغفار وتركت الذنوب وتركت كل شيء، أنت كنت بالعقاب. هاي المرحلة التي انتقلت فيها، بعدين بنتكلم عن الأنبياء ثم الذين يلوا فيلوا، على أساس أنه هاي حقبة كانت يعني الأنبياء والأولياء يعني هم على قدر من يعني هم التقوى والورع. خلينا نتكلم عن أنفسنا، إحنا الذين لا نزكي أنفسنا، نحن مهما كنا لا نزكي أنفسنا. فأنا هنا ممكن أنا الآن كنت أنا مغموس بالشهوات وعقوق وميسر وذنوب خلوات وربا، تبت وصرت أنتظر بصلاتي وأقبلت على الله، وأموري كانت معطلة ولا زالت الآن معطلة، لكن بدأ في انشراح في الصدر، فأنا تبت. لو كانت هاي التوبة التي تبتها ما بيني وبين الله لغفرها كلها الله، لكن في حقوق عباد، أنا سبيت وأنا شتمت وأنا أكلت حقوق وأنا ظلمت، لربما ضربت، لربما أنا أدرت ظهري لناس، لربما تهكمت على ناس، لربما قذفت ناس، لربما كل هذه الأمور.
لو كانت هذه الذنوب عندما تبت أنا بيني وبين الله، وأنا تبت منها، لربما كان قد غفر. لكن في حقوق عباد الله بده إياك تبني رصيد، عشان حديث المفلس لا ينطبق عليك. حديث المفلس الذي صلى وصام وحج وزكى لكنه سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا عليه أن يرد الحقوق. فإن ما في حقوق ولا حتى ما بيعرف مين اللي كان عقباله، فيوم القيامة يأتوا الخصوم، كل واحد بده حسناته. فبرصيدك الاستغفار، أول شيء استغفار إنك أنت أسأت الأدب إلى الله بتعديك لحدود الله الذي منعك، والذي قال لك لا تسب ولا تشتم ولا تأكل حقوق ولا تظلم، لكنك تعديت الحدود وظلمت وسبيت وشتمت وأكلت الحقوق. فهذا بده استغفار. ليش مش قراءة قرآن؟ لأنه بده استغفار، أنت أسأت الأدب إلى الله. وهي هي نفس الاستغفار هو حسنة لك بتلاقيها يوم القيامة. وقلنا لربما من الذنوب ما يحتاج استغفار واحد، ومن الذنوب ما يحتاج 100,000 الاستغفارات. يعني إن أحدكم لا يتكلم الكلمة لا يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم 70 خريف. شو هاي كلمة؟ هاي كلمة ما بينفعها استغفار واحد. إذا سيدنا يونس يعني التقمه الحوت على إنه أدار ظهره لقومه بعد أن دعاهم ولكن لم يستجيبوا لهم فتركهم بدون أن يعني يمتثل لأمر الله. الله أمره أن يبقى لكنه أدار ظهره فالتقمه الحوت، وقال إنه بقي في بطن الحوت 40 يوم، ولولا أنه كان مسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نرجع إسا إحنا إسا بدنا نرجع عشان نبين إنه إحنا في هاي المرحلة لما تبنا إحنا فتنا على البلاء. أي بلاء فيه الرفعة، التطهير. نعم، أشوف أنا شو هني كتبوا عشان إحنا نشوف. الامتحان والاختبار. امتحان، أنا أسير سمعت في مطر. نعم، الأرزاق يقضي الله عني دين، سمعت. نعم، يقول الله جل في علاه فقل استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. شوف أنا باختبار، هل أنا مصدق؟ ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هل أنا مصدق؟ هل أنا مصدق أن الله قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة؟ أنا هذا في الاختبار. طيب خلال الاختبار ممكن يحدث معي شيء. قد يحدث معي يا أيها الذين آمنوا ألا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم وليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. طيب الصيد في الأشهر الحرم يعني كان يأتيهم كما أتى بني إسرائيل السمك يوم السبت، يوم يسبتون يأتيهم الحيتان وشرعة واقفة أقبال هناك السمكة تلعب قدامهم، فكانوا يتحايلوا. طيب إسا إحنا هذا الصحابي كان يأتيهم الصيد يعني زي الطيور الصغيرة وأمامهم بالأشهر الحرم. بغير أشهر الحرم ما كانوا يركضوا يدوروا عليها دوارة ما يلاقوها يعني بالمشقة، لكن هنا جاءتهم أمامهم، الله يبتليهم. طب إحنا هذا الموبايل مش بكبسة زر نكبس هون بتيجي كل الأفلام الساقطة؟ هذا صيد، هذا كمان صيد بإيدك بين إيديك. الله يبتليك، يبتلي إيمانك أنت عن جد كما ابتلاهم بالصيد ابتلاك أنت في هذا الموبايل، هي بين يديك. إما نقمة وإما نعمة هذا الصيد، فإما إنك أنت تنتهي ولا تقترف، فهذا هو بلاء، هذا هو البلاء. نعم والله إنه البلاء المبين هذا. نعم هناك ناس تزلزل، لكنك أنا جالس قد أضيع ديني هنا، ويوم بعد يوم في ناس يعني بقول يعني انغمست في وحول الشهوات وذنوب الخلوات والإباحيات 20 سنة وأنا أبكي دم حتى أخلص منها ما استطعت. وكم من الأمة انغمسوا فيها، فهو بلاء العقاب. الله ابتلاك سقطت بالامتحان، سقطت، فكان السقط عليها العقاب، لبسك إياها الله. نعم لبسك إياها الله إنك أنت تعلق في هذه الإباحيات ولا تتركها. صعيب سنين كالربا. الربا
بعت لك البنك بيطلع لك عندنا قرض اذا بتحب تاخذه انت طياره، رحت على البنك واخذت القرض وانت بدات في حرب مع الله، هونوا لك اياه وزينوا لك اياه للقرض الربوي اخذته وبدات في حرب. نعم، فهي فتنه، البلاء هو فتنه، فتنوك في القرض واخذت القرض انت علقت اليوم انت اخذت قرض ب$1000 لكنه $1000 مش راح تنتهي، راح يشغلك الله، تأخذ كمان 1000 وكمان 1000 وتسد 1000 وتضلك بال2000 و5000 وتضلك تبرم هيك كل حياتك ولا عارف تخلص منه. هذا حط لك مصيدة، كما احنا عندنا مصيدة هنا، اختبار فحسب الناس ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نعم، أمامي الآن أنا على كل الحسنوات أنظر وأعمل صدقات وأعمل كل شيء، نعم، وكله حرام بحرام، أو أنزل على البنك وأخذ قرض ربوي، أو إني يعني ميسر، وكل هذه الفتن. يعني أفحسب الناس يترك يقولوا آمنا، وما يجي عنده واحد يقول له ولك يا أخي أنا عبيت كرت لوتو أسبرتوتو وربحت $500,000، تصير يلعب الشيطان راسه. $500,000 ولك هي بدك 100,000 سنة انك تجيبين، بتجيبينش ورقة $2 بتجيبها، عبي لك ورقة، والله غفور رحيم. وبتعلق بتصير رايح جاي على الميسر، وهكذا رايح جاي على الإباحيات. نعم، وهكذا. والتدخين كمان، أوله سيجارة وبعدين ولع، أوله دلع وآخره ولع، وهكذا بتصير انت اشي يجر على اشي. الله بيبتلينا. فإن إحنا نجحنا لنا الرفعة، هذا هو البلاء الحسن، إنك أنت لك رفعة وأجر وهكذا. لكن في بلاء اللي هو لابد منه، الموت باب وكل الناس داخله، سندخله نحن وأبناؤنا وأزواجنا وكل هذا، والله يبتلي. نعم، الحروب تقع على الخير وعلى غير الخير. نعم، لكن الإنسان بيعرف حاله يا جماعة. إذا أنا بدي أقول عن حالي ساقط بالإباحيات وبالكلام الفارغ والغيب والنميمة والسب والشتم ومؤخر للصلاة ومخاصم جاري ومقاطع رحمي ومش مخلي إشي، وبالآخر بالصف الأول وأزكي نفسي، لا 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 لا، أنت تحت العقاب، أنت تحت العقاب 1,000,000%. فما تقول لحالك انك انت تحت البلاء لنبلونك، لا تنطبق عليك هذه الآية انه وبشر الصابرين لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يعني الذي يبتلي الله بنقص من الأموال هل يذهب ليسرق؟ يبتليك الله بالسحر، هل تذهب إلى الساحر لتبطل السحر؟ نعم، هذه هي. هل إذا ابتلاك الله بقلة المال هل تذهب إلى البنك لتستقرض المال؟ نعم، لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. روح على البنك، يعني نقص من لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع مثلا أنا أسرق، ماذا أفعل؟ نقص من الأموال، أروح على البنك أصير أسرق كمان. الأنفس معروف. فهنا هذا بلاء كله. شو بدك تعمل انت بهذه الحالة؟ شو بدك تعمل؟ هل تصبر ولا انك انت بدك خلص ما فيش صبر؟ هذا قلنا إسا بلاء من نوع الامتحان. الموبايل بلاء من نوع الامتحان. نقص من الأموال بلاء من نوع الامتحان، إنك تروح على قرض وتروح قرض ربوي تفوت على البنك وتقول لي اعطوني مصاري أخلص حالي مثلا. نقص من الثمرات نفس الموضوع، ما عندكاش ممكن إنه البنك يعطيك أو يساعدك أو تروح عند واحد يقرضك على أساس الربا، فاهم؟ ممكن. فهذا من باب الامتحان، هل تنجح بالامتحان ولا بتسقط؟ يبقى البلاء اللي هو كمان منه إعداد، بلاء اسمه إعداد، وبلاء نعم بلاء صبر.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بحادثة الإفك يعني هو كان عليه أن يصبر، كان عليه أن يصبر. احنا الآن الذي قلنا الذنوب بدها استغفار، طبعا الذنوب بدها استغفار دائم مستمر. إذا أنا سقطت بالميسر، سقطت بالربا، سقطت بكل هاي ابتلاني الله وسقطت، كلها بدها استغفارات. و إذا أنا نجحت مثلا، هذا موبايل وأنا لا أشاهد ولا شيء فيه، ولا الحمد لله رب العالمين لا أقترف هذه الذنوب، ولا أكذب، ولا أخذ القروض الربوية ولا شيء، والحمد لله رب العالمين. عرفت الله قد يكون في هناك نوع من التعطيل بشيء معين، هل أصبر وأحتسب؟ نعم، هذا هو، إنه إن شاء الله بده بيرفع الدرجات. الآن الأنبياء يعني سيدنا أيوب ويعقوب مثلا. سيدنا يعقوب كان متعلق في سيدنا يوسف، وسيدنا يوسف كان عنده رأى رؤيا، وهذه الرؤيا تدل أنه هو النبي من بني إسرائيل، هو سيكون نبي من بني إسرائيل، الذي سيستمر ببيت النبوة. نعم سيستمر. وسيدنا يعقوب هو الذي فسر الرؤيا لابنه، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك كما تم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فالله سيجعلك من الأنبياء الذين سيعلمهم تأويل الأحاديث. فهذه نبوءة قادمة، هو ولد صغير بعده. الآن غاب يوسف غاب. فش يوسف؟ نعم نعرف قصة سيدنا يوسف، لكن سيدنا يعقوب هل مصدق أنه يوسف سيصبح نبي؟ هل الرؤية ستتحقق التي حققها؟ فهنا أمرين، هنا لأنه تعلق أكثر من اللازم بيوسف أخذه الله بعده عنه، نعم، من باب التأديب، والله أعلى وأعلم، يعني أنه لا يتعلق إلا بالله، ومن باب أنه لحظة شوي ضاعت، ومن باب التصديق. نعم التصديق يختبر أنت نبي، أنت بتأول الأحاديث كما لازم تيجي. فكان كل الوقت وهو يتفقد يوسف، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فكان يتفقد يوسف في كل قافلة تأتي، يسأل عن يوسف ويسأل عن أخبار يوسف، لأنه عرف أنه هو نبي. لكن سبحان الله بعد هذا الصبر كلياته مكن ليوسف، وتحققت رؤيا يوسف. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك، نعم، هذا الصبر الذي صبره يعني بعد أن اتهموا ستنا عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها، فكان ما كان، وهذا صبر، وهذا صبر أنبياء من باب الإعداد، من باب الحسن التوكل على الله، من باب نعم، شو بدي أقول، يعني الأنبياء ليسوا أمثالنا. الأنبياء يعني إذا الرسول عليه السلام قال إني أبيت عند ربي فيطعمني، فسبحان الله الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء يعني لا يشبهنا، ولا نستطيع أن يعني نشبه أنفسنا فيما حدث مع الأنبياء أبدا. الأنبياء كانوا قيد إعداد، قيد صبر، قيد لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة. نعم، فنتأسى في الأسوة حسنة كيف كانوا الأنبياء. يعني سيدنا مثلا إبراهيم عندما أبوه كان يجر فيه، يشحط فيه، يجر فيه على النار بده يحرقه أبوه، نعم، بالآخر قال له سأستغفر لك ربي. نعم،
فكان عندهم يعني قلوب رحيمة الأنبياء. يعني الرسول عليه السلام هذا الذي أساء له يعني قال استغفر له قال استغفر له أو لم تستغفر له، وإن تستغفر له 70 مرة فلن يغفر الله له. فالله أراد أن يعني رحمته، يعني الله الرسول عليه السلام كان يعني بده يستعمل هذه يعني شفاعته عند الله على حتى أن يغفر لمسيء. نعم سبحان الله. سبحان الله الرسول عليه السلام كان يستغفر 70 مرة. لكن شوف التفسير، يعني لماذا قال الله لماذا قال تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة؟ يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار، وأنه لو استغفر لهم ولو 70 مرة فإن الله لا يغفر لهم. وقد قيل إن 70، شوف 70، يعني شوف إن 70 إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم، لأن العرب في أساليب كلامهم تذكر 70 في المبالغة. يعني كيف احنا نقول مليار هن بيقولوا 70. نعم، في المبالغة، في مبالغة كلامهم، ولا يراد التحديد بها ولا أن يكون من زاد عليها بخلافها. يعني أنا هنا بس استوقفتني إنه 70 هي يعني ولا المبالغة، مش يعني 70 الرسول صلى الله عليه وسلم فكان فقط يعني كان يكثر الرسول عليه السلام من الاستغفار. ما علينا، إحنا هنا البلاء الذي كان يصيب الأنبياء هو رفعة وإعداد وهكذا، والأولياء كذلك. الأولياء يصيبهم كل واحد بيعرف حاله، كل واحد بيعرف حاله. فإن خرجنا من دائرة العقاب دخلنا في دائرة البلاء، ألا وهو التصديق. يعني أنت مصدق أنك أنت الاستغفار يأتي بالمطر وهكذا. طيب هذا الموبايل أمامك، لربما الله يفتح شهيتك على شيء وهكذا بتعود تسقط، أو لربما قرض ربوي أو تعثرت أمور يجي عليك كرت كهرباء كبير مش قادر تتدبره، فهون طريق يلا على البنك وتعود تسقط كمان مرة. الله يبتليك في هذا البلاء. فهنا أنت بتعود تسقط. امتحان، البلاء امتحان، في بلاء عقاب، في بلاء امتحان. يعني امتحني الله اني انا بالشغل والعياذ بالله ممكن انه الواحد يعني يقترف سرقة او يعمل شيء من الرذالة والامور مهيئة له والعياذ بالله ويسقط فيها. ممكن الله يبتلي يمتحن هذا الصدق وهذا الايمان بانه يعني انت تتكلم ولا تنشوف انك انت بتسقط ولا ما بتسقط. ممكن يصير مشكلة بينك وبين اهلك، يبتليك الله، يصير بينك وبين اهلك مشكلة، وانت الرسول عليه السلام او الله جل في علاه امرك في صلة الارحام، التقاطع تروح قاطع مقاطعة ابدية سرمدية. يبتليك الله، قد يبتليك الله بصديق مثلا ابصر شو يعني واحد سرقك، انا عارف يبتليك الله باشياء وانت على خير، تصبر ولا تروح تذهب على الحرام تتفقد الحرام. يعني هذا الذي يصيب الان مثلا بالاخواننا، الله يعفي عنهم ويغير احوالهم ان شاء الله، في الذين يقومون تحت الحروب، هل اذا بتصر ان يسرقوا بسرقوا، او انه يبيعوا معلومات عن اخوانهم هنا وهناك، يبيعوا الدين عشان لقمة عيش. نعم، القصف وهذا الخوف، نعم الخوف موجود. فهل انا ابيع ديني مثلا في معلومة، اسلم واحد؟ هذه الامور كلها يبتلي الله عشان نشوف. لا نبتلى نحن بثبت ولم يثبت، لا نبتلى بهذا الكلام من أين لك هذا وثبت ولم يثبت، من أين لك 4 مرات سورة البقرة ولماذا الاستغفار، أو من قال لك نحن في بلاء أو نحن في عقاب وهكذا. هذا كله كلام فيه ابتلاء على التصديق. ما هو عشان هيك لازم يكون في حقيقة للإيمان. ما هي حقيقة إيمانك؟ شوف،
يعني بس يعني نمر على الأمور مرة أخرى. يعني بلاء الأنبياء، يعني الرسول عليه السلام ابتلي في زوجته أم المؤمنين ستنا عائشة في الطعن بها، وأولاده توفاهم الله. نعم، وطرد أو طرد من مكة يعني، وهاجر، ويعني وكذب وأوذي، وكل هذا امتحان تصديق، كل امتحان تصديق. هل أنت مصدق؟ أين الله عنك؟ يعني سيدنا أبو بكر عندما رأى هذا يعني الأنبياء ثم الذين يلوا، عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تكسرت رباعيته، ماذا يقول؟ أين الله عنه؟ ليش لماذا لم يحميه؟ صح، ممكن واحد يسأل هذا السؤال، لماذا احنا يعني نخالف السير، يعني نختبئ والله معه، الله بعث رسول، يعني في وحي، في بالنص وحي، في بينزل على الرسول، لا وحي مش يعني الله فاتح عليه وجعل له قبول، لا في وحي بينزل على الرسول، القرآن بينزل، أمور بتنزل يعني عمال، يعني شايف. فهذا التصديق، هل زال أنت مصدق؟ وهكذا أصاب سيدنا أيوب والأنبياء، وسيدنا يعني سيدنا أبو بكر والصحابة كيف صدقوا لما عندما حوصروا، وكل هذا صدقوا وبقيوا على العهد. نعم، وكل هذه الفتوحات التي والحروب التي حاربوها على أساس التصديق، كل هذا على التصديق. نعم، فآمنوا، فحقيقة الإيمان حاربوا عنها وصبروا على ما أوذوا فيه. فالله يريد أن يشوف أنك أنت بتصبر على ما الأذى الذي يصيبك بسبب إيمانك هذا. الحمد لله رب العالمين. كم أوذينا نحن في القناة من باب ثبت ولم يثبت، وكل يوم يدخل لك واحد في مداخيل من هنا ومن هناك، من أين لكم هذا؟ لماذا 4 مرات سورة البقرة؟ ولماذا 30,000 استغفار؟ ولماذا تحدد أوراد؟ واتق الله، ومن أين لك هذاك؟ وهكذا. ما خلصنا من هذا إلا يومنا هذا مثلا، وطعن وتكذيب، والحمد لله رب العالمين، ونجتاز والحمد لله رب العالمين. بتصير كثير أمور، هذا بنحكي على مستوى القناة وجروبات، ومن هناك يعني لربما يلعب في هذه الجروبات، والحمد لله رب العالمين. فالذي تحت العقاب هو المرابي الذي يأكل حرام، الذي يعني شوف يعني عارف حاله ساقط. وهناك لنبلونكم، يعني أنا تجارتي معطلة، لنبلونكم بشيء من نقص من الثمرات مثلا، أموري معطلة وصحت لي، جاء لي من يبيعني تجارة يعني بضاعة مسروقة، أنا عرفت أنها بضاعة مسروقة، أشتريها وبيعها وتاجر فيها، وأنا بحاجة إلى هذا المال، أو أذهب إلى القرض الربوي، أو إلى لا أدري سرقة، غش، قو سمي ما تشاء. الله ابتلاني في قلة الثمرات، فهل أنا مثلا إذا صح لي إني أخذ بضاعة مسروقة أو مغشوشة أو هكذا، أو أغش فيها، أو إني أبيع هكذا إشي حرام؟ هل بقبل هيك؟ هل بقبل إني أنا عشان أعالج مثلا، عشان إبطال سحر، أروح عند ساحر؟ نعم، إذا سكرت الأمور أمامك مثلا، هل إذا سكرت الأمور معك في الأموال وهي تذهب إلى البنك تأخذ قرض ربوي؟ هذه كلها هذا بلاء، هذا بلاء فيه امتحان. وكالموبايل، هل أسقط أنا في فيلم ساقط؟ نعم، وهي لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، وهذا الموبايل قد يكون أكبر صيد تصيد فيه كل شيء. نعم، فالحمد لله رب العالمين. أظن أني أنا وفيت إن شاء الله بالكلام عن الاستغفار، أن الاستغفار يكون للمرابي، للقاطع الأرحام، تحت الذنوب. طبعا الاستغفار يكون على كل الأحوال، لكن عن جد المستغفر الذي يعني عليه أن يلزم الاستغفار بالليل والنهار ويكثر، هو الذي كان تحت العقاب وعلم أنه تحت العقاب. ثم يعني الأنبياء عندهم استغفار. نعم،
نعم كل الأنبياء عندهم استغفار، ولكن عندما يزيد الاستغفار معناها كانت ذنوب. فبالطريق في أمور بدها الصبر. يعني الصبر، يعني حتى الرسول عليه السلام يعني الذي غفر له ما تقدم وما تأخر كان يستغفر بمجالس كثير، يعني مئات المرات لربما آلاف. فالظاهر انه كلنا نحتاج الى استغفار، كلنا نحتاج الى استغفار. فالاستغفار فيه تعظيم الله، لكن نتفاوت مثلا بالاعداد، مثلا من باب المذنب او اني انا مش انا الولي الذي هو ولي من اولياء الله، الذي مثلا يا الرسول عليه السلام يعني توفى الله كل اولاده الذكور، حادثة الإفك هذه يعني أهل مكة أخرجوه وهاجر وطاردوه، وهذا التصديق والإعداد والتمكين إن شاء الله. أظن أني شوي فعشان نعرف، فالبلاء هو رفعة وللناس التي تابت وتقربت إلى الله، والعقاب هو للمذنبين أمثالنا، وإحنا الأمة كلنا مذنبين. إذا أنا مش ساقط بالإباحيات ساقط بالغيبة والنميمة، مش ساقط بالغيبة والنميمة ساقط بالعري، وإذا مش ساقط بالعري ساقط بالأعراس والأفراح وانبطاح تحت شهوتي، وإذا مش ساقط بهذا كلياته ساقط لربما بإني أنا أزكي الناس ومعطي مراتب للناس، وهكذا لا أراقب الله في كل صغيرة وكبيرة. فنحن تحت العقاب، صدقني تحت العقاب. وإذا وضعت إصبعك على الجرح ستداويه، لكن إذا بقيت تقول لا 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 أنا مش مريض فلن تداوي شيء، وسيزداد الوجع والألم والجروح، يعني تزداد، يعني القيح يزداد منها، فلن تشفى أبدا. لكن إذا قلت نعم أنا عن جد مريض، أنا إنسان أسأت الأدب إلى الله، علي أن أتوب، فعندها سترى أنك تغير حالك. قلنا مش أقل عن 12,000، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله. استمروا إخوتي الكرام، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.